السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الشهادة الإعدادية، معكم مستر رفعت علي، مدرس التاريخ والجغرافيا للمرحلة الثانوية ومدرس الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية. احنا الحمد لله يا شباب، بفضل ربنا خدنا أول حصة جغرافيا وامتحنا عليها، وقلت لك في الامتحان ما تعتبرش الامتحان ده قياس مستوى. طب ليه يا مستر؟ عشان الامتحان ده أسئلته سهلة جدا. أنا بقول لك إزاي بس تعرف تحل السؤال. تعرف تحل السؤال إزاي؟ يعني أنت دلوقتي تبص على فكرة السؤال وتعرف تحل الإجابة، عشان كلمة في السؤال هتوديك للإجابة. تمام؟ أنا عايزك تركز معايا النهاردة. أول حصة تاريخ بإذن الله تفهم الحصة ده أهي، ونمتحن عليها إن شاء الله، ونعمل امتحان على الدرس الأول جغرافيا والدرس الأول التاريخ. بس قبل ما نبدأ الحصة بتاعتنا عايزين نردد الدعاء مع بعض. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يلا بينا نبدا الحصه بتاعتنا يا شباب. بسم الله. الحصه بتاعتنا سهله جدا. مشكله التاريخ بس حاجه واحده يا شباب، هو طويل ولكنه سهل. مشكله الجغرافيا اللي هي منهجها صعب شويه ولكن قليل. يعني التاريخ طويل ولكنه سهل، لكن الجغرافيا صعبه شويه ولكنه قليل. ولكن ان شاء الله مفيش اي حاجه صعبه. احنا درس النهارده اسمه مصر خلال حكم المماليك والعثمانيين. مصر خلال حكم المماليك والعثمانيين. بيقول لك في اواخر القرن ال 15. وعايز اقول لك معلومه، عم يقول لك القرن ال 15 يبقى تنقص رقم، الرقم ده اهو هتنقص واحد. بيقول لك القرن الكام؟ ال 15 ده سنه 1400. سنه كام؟ 1400. يعني بيقول لك في اواخر القرن ال 15 يبقى سنه 1490. 1490. عايزك تركز في المعلومه دي كويس جدا. سنة 1490 وبداية القرن ال16. احنا قلنا دلوقتي عم يجي لنا قرن عم نقص منه واحد، يعني القرن ال16 يبقى سنة 1500. بداية القرن ال16 يعني سنة 1501. يا رب تكون فهمت المعلومة دي. بيقول لك في أول القرن ال15 وبداية ال16 ظهر صراع بين ثلاثة قوى. ظهر صراع بين كام قوة؟ ثلاثة: المماليك والصفويين والعثمانيين. مين يا مستر؟ مماليك، صفويين، عثمانيين. هما كانوا بيتصارعوا على ايه؟ على اللي يحكم مصر. احنا هناخد كل دولة يا شباب بالتفصيل. يعني احنا النهارده اول حاجة معانا دولة المماليك. عايزك تركز معايا كويس جدا. بيقول لك تدهورت دولة المماليك. تدهورت دولة المماليك يعني كانت دولة ضعيفة. كانت دولة ايه؟ ضعيفة. طب ليه يا مستر؟ هتقول له والله عشان ثلاث حاجات. اول حاجة معايا الاقتصاد. هقول لك بما تفسر تدهورت دولة المماليك اقتصاديا، أو بما تفسر الأزمات المالية التي مرت بها دولة المماليك. هتقول له والله عشان حاجتين. أول حاجة معايا يا مستر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. اكتشاف إيه؟ طريق رأس الرجاء الصالح. طب مين اللي اكتشف الطريق ده يا مستر؟ البرتغاليون. البرتغاليون. يبقى تاني، بما تفسر تدهورت دولة المماليك اقتصاديا، هتقول له عشان أول حاجة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. بس كده؟ لأ. وتحطيم الأسطول المملوكي. تحطيم إيه؟ الأسطول المملوكي في معركة تسمى معركة ديول بحرية. تسمى معركة إيه؟ ديول بحرية. طب سنة كام يا مستر؟ 1509. 1509. يبقى اداني بما تفسر تدهورت دولة المماليك اقتصاديا، هتقول له بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. بس كده؟ لا. تحطيم الأسطول المملوكي في معركة ديول البحرية. طبعا احنا قلنا من شوية يا شباب اللي احنا عندنا ثلاث حاجات. اقتصاد دي أول حاجة خدناها. طب تاني حاجة معانا يا مستر السياسة. تدهورت دولة المماليك سياسيا. تدهورت دولة المماليك إيه؟ سياسيا. هقول لك بما تفسر تدهورت دولة المماليك سياسيا. هتقول له أول حاجة بسبب الصراع بين حكام المماليك. بسبب إيه يا مستر؟ الصراع بين حكام المماليك. طب إزاي؟ والله هتقول له إن كل حاكم بيتولى حكم مصر بيحصل عليه صراع. بيحصل عليه صراع إزاي يا مستر؟ بصراحة أنا مش فاهم، هقول لك إزاي. اول ما الحاكم ده بيتولى حكم مصر بيظهر له اعداء. يعني مثلا في واحد اتولى حكم مصر، يظهر اخوه عايز ياخد الحكم مكانه، فبيخونوا عشان ياخد الحكم ده مكانه. بيعمل ايه؟ بيخونوا. او مثلا قائد الجيش بيعمل انقلاب على الحاكم ده بحيث اللي هو يحكم مكانه. يبقى تاني حاجه يا شباب بما تفسر تدهورت دوله المماليك سياسيا. اول حاجه بسبب الصراع بين حكام المماليك. بسبب الصراع بين حكام المماليك. في حاجه عم يكون في صراع بين حكام المماليك، يعني البلد ما فيهاش امن. ركز معايا. يبقى تاني حاجة معايا اضطراب الأمن. تاني حاجة معايا إيه؟ اضطراب الأمن. طب أول حاجة معلش تاني يا مستر
بما تفسر تدهورت دولة المماليك سياسيا. هتقول له أول حاجة بسبب الصراع بين حكام المماليك. بسبب إيه الصراع بين حكام المماليك؟ طب تاني حاجة معايا بسبب اضطراب الأمن. بسبب اضطراب الأمن. طب احنا دلوقتي لما يكون عندنا صراع بين حكام مماليك واضطراب أمن، عارفين إيه اللي هيحصل معاه؟ هيكون في فتن، هيكون في ثورات. يبقى كثرة الفتن والثورات. تالت حاجة معايا كثرة الفتن والثورات. يبقى معلش هتسمع معايا من الأول وجديد. تفسر تدهورت دولة المماليك اقتصاديا بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح على يد مين؟ البرتغاليون. دي بس لا، تحطيم الأسطول المملوكي في معركة ديول بحرية. في معركة ايه؟ ديول بحرية. ركز معايا، في معركة ديول بحرية سنة 1509. طب تاني حاجة معايا السياسة. تدهورت دولة المماليك سياسيا ازاي يا شباب؟ بسبب الصراع بين حكام المماليك. وقلنا ازاي؟ وسبب اضطراب الامن. كل ما يكون في صراع بين حكام المماليك طول ما يبقى في اضطراب في الامن. طب احنا قلنا لما يكون في اضطراب في الامن هيكون عندنا كثرة فتن وثورات. يا رب تكون فهمت الجزء ده. طب تالت حاجة معايا يا شباب، تدهورت دولة المماليك عسكريا. طب ليه؟ بسبب الازمات السياسية. بسبب ايه يا مستر؟ الازمات السياسية. ركز معايا. لما يقول لك تدهورت دولة المماليك عسكريا أو بما تفسر تدهورت دولة المماليك عسكريا، هتقول له بسبب 3 حاجات. احنا قلنا سياسيا هم ايه يا شباب؟ الصراع بين حكام المماليك، دي أول حاجة. تاني حاجة معايا اضطراب الأمن. تاني حاجة معايا ايه؟ اضطراب الأمن. تالت حاجة معايا يا مستر كثرة الفتن والثورات. يبقى احنا دلوقتي يا مستر أنا مش فاهم بصراحة. هقول لك. دلوقتي احنا عندنا الدولة متدمرة سياسيا. متدمرة سياسيا ازاي؟ ما احنا قلنا 3 حاجات: صراع بين حكام المماليك، اضطراب الامن، كثرة فتن وثورات. تفتكروا يكون عندنا حياة عسكرية اصلا؟ لا طبعا، الجيش اللي عندنا هيبقى ضعيف. عشان كده بيقول لك تدهورت دولة المماليك عسكريا بسبب الازمات السياسية. تمام؟ يبقى هنا تدهورت دولة المماليك عسكريا بسبب الازمات السياسية. طب بعد اذنك ركز معايا من الاول تاني، بعد اذنك بالله عليك ركز معايا. انت دلوقتي طالب شهاده اعداديه، يعني الكلام ده المفروض تكون فاهمه وحافظه. تكون فاهمه وحافظه عشان لما تخش الامتحان تكون قادر تفرق بين كل سؤال وتعرف تجاوب. ما يقول لك في اواخر القرن ال15 وبدايه ال16. اواخر القرن الكام؟ ال15 وبدايه ال16 ظهر الصراع بين 3 قوى. هما مين يا مستر؟ مماليك، صفويين، عثمانيين. مماليك، صفويين، عثمانيين. طب احنا قلنا اول حاجه دوله المماليك. طب دولة المماليك كانت دولة قوية ولا ضعيفة؟ قلنا كانت دولة المماليك دولة ضعيفة. طب ليه يا مستر؟ هتقول له عشان 3 حاجات: الاقتصاد والسياسة وعسكريا. اقتصاديا، سياسيا، عسكريا. طب أول حاجة احنا قلنا اقتصاديا. بما تفسر تدهورت دولة المماليك اقتصاديا، هتقول له بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. راجع معايا. بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح على يد مين؟ البرتغاليون. طب تاني حاجة معايا تحطيم الأسطول المملوكي في معركة ديول بحرية. تحطيم الأسطول المملوكي في معركة ديول بحرية. تحطيم الأسطول المملوكي في معركة ديول بحرية. طب احنا قلنا كده الاقتصاد. طب سياسيا، قلنا أول حاجة معايا الصراع بين حكام المماليك. الصراع بين أي حكام المماليك؟ ركز معايا. الصراع بين حكام المماليك سياسيا. سياسيا. طب تاني حاجة معايا اضطراب الأمن. تاني حاجة معايا إيه؟ اضطراب الأمن. طب تالت حاجة معايا يا مستر، احنا قلنا دلوقتي في صراع بين حكام مماليك وفي اضطراب أمن. هيبقى عندي كثرة فتن وكثرة ثورات. كثرة الفتن والثورات. يا رب تكون فهمت ده الجزء. يا رب تكون فهمت الجزء ده. ما فهمتوش راجع تاني. راجع بعد إذنك الفيديو وأعيده. أنا بعيده أهو عشان تفهم. طب عسكريا يا مستر، احنا قلنا تدهورت دولة المماليك عسكريا. طب ليه؟ هتقول له بسبب الأزمات السياسية التي مرت بها دولة المماليك. بسبب إيه؟ الأزمات السياسية التي مرت بها دولة المماليك. يا رب تكون فهمت الجزء ده. لو ما فهمتوش رجع الفيديو تاني بعد إذنك. لو ما فهمتش الجزء ده رجع الفيديو بعد إذنك، وهات بعد إذنك ورقة وقلم واكتب ورايا الحاجات ده. هات ورقة وقلم واكتب ورايا الجزء ده. دولة المماليك تدهورت ليه؟ اقتصاديا، سياسيا، عسكريا. اقتصاديا اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، تحطيم الأسطول المملوكي في معركة ديول بحرية. طب سياسيا ليه يا مستر؟ بسبب الصراع بين حكام المماليك، بسبب اضطراب الأمن، بسبب كثرة الفتن والثورات. طب عسكريا بسبب الأزمات السياسية. بسبب إيه؟ الأزمات السياسية. احنا دلوقتي يا شباب خدنا دولة المماليك، هنخش على تاني دولة معايا. هي إيه؟
الدولة الصفوية. مش احنا قلنا عندنا 3 قوى؟ مماليك، صفويين، عثمانيين. مماليك، صفويين، عثمانيين. طب بعد إذنك بقى، الدولة الصفوية أنا عايزك تعرف فيها حاجة مهمة جدا. العاصمة بتاعتها تبريز. تبريز. عاصمتها إيه؟ تبريز. بعد إذنك راجع معايا تاني، عاصمتها تبريز. اللي هي فين حاليا؟ إيران. فين؟ إيران حاليا. يبقى فين تاني يا مستر؟ عاصمتها تبريز اللي هي حاليا ايران. وده اللي انا عايزك تعرفه عن الدوله الصفويه. تمام؟ بعد اذنك راجع معايا، الدوله الصفويه عاصمتها ايه؟ تبريز اللي هي فين؟ ايران. بعد اذنك لو انت ما فهمتش اي حاجه من الجزء ده، راجع من الاول عشان احنا هنحل اسئله عن الجزء ده. كل جزء هنخلصه هنحل عليه اسئله، واسئله مهمه. فبعد اذنك ما تعديش جزء الا لما تكون فاهمه كويس جدا وحافظه. اهو انا بقولها تاني، ما تعديش جزء الا لما تكون فاهمه كويس جدا وحافظه. اسئله مهمه. بيقول لك كانت لحركه الكشوف الجغرافيه. حركه ايه يا مستر؟ الكشوف الجغرافيه. استنى عندك مستر بعد اذنك، انا مش عارف يعني ايه كشوف جغرافيه. انا هقول لك يعني ايه. الكشوف الجغرافيه ده هم اللي هم بيكتشفوا الطرق، بيكتشفوا الدول، بيكتشفوا القارات. تمام؟ زي ما اكتشفوا قاره امريكا. دول حركه الكشوف الجغرافيه. فاما يجي لك يقول لك كانت لحركه الكشوف الجغرافيه تاثيرا على ضعف دوله المماليك، هتقول له ليه؟ هتقول له بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. بسبب اكتشاف ايه؟ طريق رأس الرجاء الصالح. يبقى تاني بعد اذنك، اول سؤال، ويا ريت تكون معاك بس ورقه وقلم وتكتب ورايا. يبقى بيقول لك كانت لحركه الكشوف الجغرافيه تاثيرا كبيرا على ضعف دوله المماليك. هتقول له بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. يعني اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح هي حركه الكشوف الجغرافيه. اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح هي حركه الكشوف الجغرافيه. تاني، اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح هي حركه الكشوف الجغرافيه. يبقى كانت لحركة الكشوف الجغرافية تأثيرا على ضعف دولة المماليك بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. ده أول سؤال، يا رب تكون فهمت الإجابة جاية إزاي. تاني سؤال معايا، كانت للناحية العسكرية. الناحية يا مستر العسكرية. الناحية العسكرية. وعايز أقول لك معلومة مهمة. الناحية العسكرية اللي هي خاصة بالجيش، خاصة بأمور الجيش. الناحية السياسية أمور الدولة. ناحية سياسية أمور الدولة. ناحية عسكرية أمور الجيش. ناحية سياسية أمور الدولة. طب الناحية العسكرية أمور الجيش. أمور الجيش يعني إيه يا مستر؟ يعني خاصة بقى بتسليح الجيش، خاصة بمعدات الجيش، خاصة بأمور الجيش عامة. طب الناحية السياسية هتبقى خاصة بالسلطان، خاصة بالوالي، خاصة بالديوان. الحاجات اللي أنا قلتها ده. فبعد إذنك ركز معايا. الحياة السياسية خاصة بإيه؟ بأمور الدولة. طب الحياة العسكرية أمور الجيش. بعد إذنك ركز معايا. بعد إذنك ركز معايا. بيقول لك كانت للناحية العسكرية تأثيرا على ضعف دولة المماليك اقتصاديا. طب معلش يا مستر سؤال، هو إيه اللي جاب الناحية العسكرية الناحية الاقتصادية؟ إيه اللي جاب الناحية العسكرية الناحية الاقتصادية؟ مش فاهم بصراحة. هقول لك إزاي. عم يجي يقول لك تحطيم الأسطول المملوكي. تحطيم إيه؟ الأسطول المملوكي. ما الأسطول ده تبع الحياة العسكرية. الأسطول ده تبع إيه؟ الحياة العسكرية. طب هو دلوقتي اتحطم في معركة ايه؟ الديول البحرية. طب هو دلوقتي احنا قلنا من من أسباب تدهور الاقتصاد هو ايه؟ اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحطيم الأسطول المملوكي في معركة الديول البحرية. تحطيم الأسطول المملوكي في معركة الديول البحرية. فبعد إذنك كده ركز معايا. تحطيم الأسطول المملوكي ده عسكريا، وكان سبب في تدهور الاقتصاد. فلما يجي يقول لك بما تفسر كانت للناحية العسكرية تأثيرا في ضعف دولة المماليك اقتصاديا، هتقول له الجزء ده اهو. تحطيم الأسطول المملوكي في معركة دول البحرية سنة 1509. تحطيم الأسطول المملوكي في معركة دول البحرية سنة 1509. يا رب تكون فهمتوا السؤالين ده هم. وتكتب بعد إذنك السؤالين ده هم مهمين جدا جدا جدا. مهم. مهم. بعد إذنك ركز معايا تاني. حركة كشوف جغرافية اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. حركة كشوف جغرافية اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. حركة كشوف الجغرافية اللي هي ايه؟ سامعك كمل معايا. اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. طب الناحية العسكرية كانت سبب في تدهور اقتصاد المماليك. تحطيم الأسطول المملوكي في معركة ديول بحرية. معركة ديول بحرية سنة 1509. نخش على السؤال الثالث معانا.
كان الصراع بين حكام المماليك له تأثيرا في ضعف دولة المماليك. طب احنا قلنا دلوقتي يا شباب الصراع بين حكام المماليك ده من أنهي ناحية؟ الناحية السياسية. والناحية السياسية احنا قلنا كانت سبب في ضعف دولة المماليك ايه؟ عسكريا. فلما يجي يقول لك كان الصراع بين حكام المماليك له تأثيرا في ضعف دولة المماليك، هتقول له والله هقول لك بسبب، هتقول له عشان حاجتين ايه هما؟ ضعف دولة المماليك سياسيا. طب ضعف دولة المماليك سياسيا ازاي؟ مش احنا قلنا الصراع بين حكام المماليك ادى الى ضعف دولة المماليك سياسيا؟ طب قلنا حاجة تانية، الازمات السياسية ادت لضعف دولة المماليك عسكريا. ادت الى ضعف دولة المماليك عسكريا. فالسؤال ده اهو هتجاوب عليه بطريقتين، ادى الى ضعف دولة المماليك سياسيا وعسكريا. سياسيا وعسكريا. يا رب تكون فهمت الاسئلة ده ايه، الاسئلة دي مهمة جدا. بعد اذنك لو انت ما فهمتهاش عادي الفيديو تاني، هتكتب على التلات الاسئلة ده اهو، هتكتب على التلات اسئلة ده هم مهمين جدا. لو معاك ورقة وقلم بعد اذنك بالله عليك طلع ورقة وقلم واكتبهم، الاسئلة دي مهمة جدا. بعد اذنك لو انت ما فهمتش رجع الفيديو، بالله عليك رجع الفيديو وهتفهمه ان شاء الله. بعد اذنك رجع الفيديو وفهمهم، حل الاسئلة دي تاني لوحدك واكتبهم في ورقة وقلم معاك واحتفظ بيهم عشان ممكن يجيلك سؤال منهم في الامتحان. يبقى تاني بعد اذنك مراجعة اخيرة. في اواخر القرن ال15 وبداية ال16 ظهر ثلاثة قوى، هما مين يا مستر؟ مماليك صفويين عثمانيين. مماليك صفويين عثمانيين. طب احنا قلنا دلوقتي اولا دولة المماليك كانت دولة قوية ولا ضعيفة؟ كانت دولة ضعيفة. طب ليه يا مستر؟ هتقول له والله اول حاجة عشان الاقتصاد، اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح بما تفسر تدهورت دولة المماليك اقتصاديا. أول حاجة بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح تحطيم النصول المملوكي في معركة دول البحرية في سنة كام؟ 1509. طب سياسيا قلنا 3 حاجات، ايه هما يا مستر؟ الصراع بين حكام المماليك، اضطراب الأمن، كثرة الفتن والثورات. طب تالت حاجة معانا عسكريا، بما تفسر تدهورت دولة المماليك عسكريا. هتقول له والله بسبب الأزمات السياسية اللي تمرت بها دولة المماليك. طب ايه هما الأزمات السياسية تاني؟ بعد إذنك كلهم انت كده الأزمات السياسية، صراع بين حكام المماليك، كثرة فتن والثورات، اضطراب الأمن. صراع بين حكام المماليك، كثرة فتن والثورات، اضطراب الأمن. يا رب تكون فهمت الجزء ده. طب احنا قلنا الدولة الصفوية عاصمتها ايه؟ عاصمتها تبريز اللي هي حاليا فين؟ إيران. اللي هي حاليا إيران. قلنا حركة كشوف جغرافية تشاف طريق رأس الرجاء الصالح. طب احنا قلنا كانت في الناحية العسكرية تأثيرا في ضعف دولة المماليك اقتصاديا. احنا قلناها ازاي؟ بسبب تحطيم الأسطول المملوكي في معركة دول البحرية. طب احنا قلنا كان الصراع بين حكام المماليك له تأثيرا في ضعف دولة المماليك. تأثيرا في ضعف دولة المماليك سياسيا وعسكريا. سياسيا وعسكريا. ده الجزء الأولاني من الدرس. بعد إذنك ركز معايا، اللي أنا قلته ما فهمتش منه حاجة رجع الفيديو وافهمه عشان الجزء التاني المترتب على الجزء ده. فبعد إذن حضرتك رجع الفيديو وافهمه. احنا دلوقتي هنخش على الجزء التاني. احنا دلوقتي يا جماعة خلصنا الجزء الأول من الدرس. الجزء الأول هو مين؟ مماليك صفويين. طب تالت حاجة معانا الدولة العثمانية. الدولة ايه؟ العثمانية. بس قبل ما نبدأ فيها بالله عليك لا تذاكر، بالله عليك لا تذاكر انت وهي. انا عايزكم داخلين الامتحان ان شاء الله تكونوا ضامنين الدرس ده، تخشوا تحلوا اي سؤال ان شاء الله، بس بالله عليك تذاكروا، بالله عليكم تذاكروا. هناخد تالت حاجة معانا، ايه هي يا مستر؟ الدولة العثمانية. الدولة ايه؟ العثمانية. من قائد الدولة العثمانية؟ السلطان سليم الأول. السلطان مين؟ سليم الأول. بعد إذنك أنا عايز أقول لك حاجة مهمة، الدرس ده فيه أسماء كتير فبعد إذن حضرتك ركز في الأسماء معايا. يبقى من قائد الدولة العثمانية؟ السلطان سليم الأول. بيقول لك السلطان سليم الأول اتجه إلى مصر. اتجه إلى فين يا مستر؟ إلى مصر. لكن احنا دلوقتي عايزين نعرف أسباب اتجاه إلى مصر. ركز معايا. أول حاجة أنا سهلتها لكم بطريقة سهلة جدا بإذن الله تفهموها. بيقول لك كان عنده رغبة، كان عنده إيه؟ رغبة وإدراك. كان عنده يا رجالة رغبة وإدراك. رغبة وإدراك. طب رغبته في إيه يا مستر؟ الاستيلاء على مصر. طب بما تفسر رغبة السلطان العثماني سليم الأول في الاستيلاء على مصر؟ هتقول له والله لأنها تمثل قلب العالم الإسلامي. تمثل يا مستر قلب العالم الإسلامي. يبقى تاني، ايه رغبة السلطان العثماني في اللي هو يستولى على مصر؟ لأنها تمثل قلب العالم الإسلامي. لأنها تمثل قلب العالم الإسلامي.
طب ادراك ايه يا مستر؟ ادراك خطورة الدول الاوروبية. خطورة مين؟ الدول الاوروبية. ما هو مصر دي في الشرق، فهو يتجه ناحية الشرق، لكن الدول الاوروبية ده ايه؟ في الغرب. يعني لما يجي يقول لك بما تفسر عدم اتجاه السلطان العثماني ناحية الغرب أو ناحية الدولة الأوروبية، أقول لك الحاجتين، ناحية الغرب أو ناحية الدولة الأوروبية، هتقول له والله علشان هو أدرك خطورة الدول الأوروبية. خطورتهم إزاي؟ حضاريا، ثقافيا، عسكريا. حضاريا، ثقافيا، عسكريا. يبقى بما تفسر رغبة السلطان سليم الأول في الاستيلاء على مصر لأنها تمثل قلب العالم الإسلامي. طب تاني حاجة بما تفسر عدم اتجاه السلطان العثماني ناحية الغرب. ناحية ايه؟ الغرب. ركز معايا، ناحية الغرب. بكل بساطة لأنه أدرك خطورة الدول الأوروبية. طب خطورتها من أي ناحية؟ ناحية ثقافية، ناحية حضارية، ناحية عسكرية. ثقافية، حضارية، عسكرية. تمام؟ بعد إذنك لما فهمتش الجزء ده سهل جدا، عيد الفيديو وركز معايا تاني. بما تفسر رغبة السلطان العثماني في الاستيلاء على مصر لأنها تمثل قلب العالم الإسلامي. طب بما تفسر عدم اتجاه السلطان العثماني ناحية الغرب. ناحية الغرب لسبب خطورة الدول الأوروبية لأنها تفوقهم حضاريا، ثقافيا، عسكريا. طب احنا دلوقتي السلطان العثماني قلنا هيروح ناحية مصر. يعني هو السلطان العثماني أول حاجة هيعملها هيتجه ناحية الشام. عشان يروح مصر هيتجه ناحية الشام. أول دولة هتقابله هي الدولة الصفوية. الدولة إيه؟ الصفوية. هيدخل معاه في معركة اسمها معركة جلديران. معركة يا رجالة جلديران. طب ساعة كام يا مستر؟ 1514. جلديران 1514. جلديران 1514. بعد إذنك راجع معايا تاني. معركة جلديران سنة 1514. طب احنا عايزين نعرف أطرافها. أطرافها السلطان العثماني سليم الأول قصاد الدولة الصفوية. قصاد مين؟ الدولة الصفوية. طب ما نتائج هذه المعركة يا مستر؟ أنا عايز أعرف اللي حصل، إيه النتيجة بتاعتها؟ دخول العثمانيين العاصمة. دخول العثمانيين العاصمة. طب بعد إذنك بقى، أنا قلت لك دلوقتي عاصمة الدولة الصفوية في الجزء الأولاني، أنا عايزك تقول لي عاصمة الدولة الصفوية إيه؟ جدع، تبرينز. طب أنت ما عرفتش تجاوب ليه بقى؟ أنت التاني ده ما عرفش يجاوب ليه؟ هقول لك ليه، عشان أنت ما ركزتش معايا في الجزء الأول. بعدين حضرتك راجع الجزء الأول تاني، الجزء ده مهم وقلت لك هيترتب عليه اللي جاي. يبقى احنا دلوقتي معركة جلدران سنة كام؟ 1514. بين مين ومين يا رجالة؟ السلطان العثماني سليم الأول قصاد الصفويين. طب معلش يا مستر نتائج المعركة؟ دخول العثمانيين تبريز. دخول العثمانيين تبريز. بس في حاجة مهمة عايز أقولها لك. لو العاصمة بتاعت أي دولة وقعت أعرف إن الدولة كلها وقعت. يعني دلوقتي أصبحت تبريز أو إيران حاليا تابعة للدولة العثمانية. أصبحت إيران تابعة إيه؟ للدولة العثمانية. طب احنا قلنا دلوقتي يا شباب اللي هو عايز يروح على مصر، اول حد واجهه هو مين؟ الصفويين. طب احنا دلوقتي مش هو احنا قلنا اللي هو عشان يروح على مصر هيعدي على الشام. هيعدي على ايه؟ على الشام. السلطان العثماني كان سلطان ذكي. سلطان سليم الاول كان ذكي جدا. اول ما راح استولى على اماره اسمها اماره ذي القادر المملوكيه. اسمها ايه؟ ذي القادر المملوكيه. بعد اذن حضرتك كده ركز معايا عشان الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا. الكلام اللي انا بقول لك ده مهم جدا. بعد اذن حضرتك وبعد اذن حضرتك ذاكر معايا. ذاكر معانا في الحصه، مش عايزك تقفل الفيديو ده الا لما تكون مذاكر. الاماره اللي استولى عليها قبل دخول مصر اسمها ايه؟ اماره ذي القادر المملوكيه. اماره ذي القادر المملوكيه. قلنا اسم الاماره ايه اخر مره؟ اماره ذي القادر المملوكيه. السلطان العثماني راح على إمارة ذي القدر المملوكية واستولى عليها، ولكن من اللي عرف؟ السلطان الغوري. السلطان إيه؟ الغوري. السلطان الغوري كان سلطان المماليك في مصر. فبعد إذن حضرتك ركز معايا في الأسماء. الأسماء دي مهمة جدا. بعد إذن حضرتك ركز معايا آخر مرة في الأسماء. يبقى إحنا قلنا قائد الدولة العثمانية سليم الأول. قائد الدولة العثمانية سليم الأول. طب سلطان المماليك في مصر أول واحدة تاخده السلطان الغوري. طب إحنا دلوقتي السلطان الغوري عارف ان السلطان العثماني استولى على امارة ذي القادر. تفتكروا هيخرج يحاربوا في الشام ولا يفضل قاعد مستني في مصر؟ السلطان الغوري قال لك لا، انا اخرج اواجه السلطان العثماني في الشام. ودخل في معركة اسمها معركة مرج ضابج. اسمها يا رجالة مرج ضابج. طب احنا دلوقتي المعركة دي في سنة كام يا مستر؟ عايزك تعرف 4 حاجات فيها. عايزك تعرف 4 حاجات: التاريخ والاطراف والنتائج والمكان.
طب التاريخ سنة 1516 سنة كام يا رجالة؟ 1516 سنة كام يا بنات؟ 1516. بعد إذن حضراتكم ركزوا معايا. سنة 1516 كانت معركة مرج ضابق. سنة 1516 كانت معركة مرج كانت معركة مرج ضابق. طب احنا قلنا تاني حاجة أطرافها. السلطان سليم الأول سلطان العثمانيين، والمماليك بقيادة السلطان الغوري. المماليك بقيادة السلطان الغوري. المماليك بقيادة السلطان الغوري. طب احنا دلوقتي عرفنا تاريخها وعرفنا أطرافها. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف نتائجها. نتائجها بسيطة جدا. هزيمة المماليك. هزيمة ايه؟ المماليك. هزيمة المماليك، وأصبحت الشام تحت الحكم العثماني. هزيمة المماليك أصبحت الشام تحت الحكم العثماني. هزيمة المماليك وأصبحت الشام تحت الحكم العثماني. طب بعد إذنك أنا عايز أقول لك معلومة مهمة. أنا عايزك تعرف مكانها. هقول لك ليه. المكان في الشام. المكان فين يا رجالة؟ في الشام. مش احنا من السلطان الغوري خرج يقابل السلطان العثماني في مرج ضابق اللي هو في الشام. بعد إذنك ركز معايا كويس. يبقى مكانها الشام. يبقى التالي بعد إذنك مرج ضابق سنة كام؟ 1516. طب أطرافها عثمانيين بقيادة سليم الأول. طب مماليك بقيادة السلطان الغوري. طب بعد إذنك نتائجها إيه يا مستر؟ هزيمة المماليك. المماليك اتهزموا. المماليك اتهزموا وأصبحت الشام تحت الحكم العثماني. أصبحت الشام تحت الحكم العثماني. طب المكان فين يا مستر؟ في الشام. طب أنا مستر عايز أعرف أنت ليه قلت لي مكانها؟ هقول لك ليه. عشان عندنا معركة تانية تسمى معركة الريدانية، ودي مكانها مختلف. تسمى معركة إيه؟ الريدانية. طب معركة الريدانية يا مصر سنة كام؟ 1517. مرج ضابق سنة 16. بعدها بسنة الريدانية 17. يبقى مرج ضابق 16. طب الريدانية 17. مرج ضابق 16 والريدانية 17. طب احنا دلوقتي يا شباب عايزين نعرف أطرافها. العثمانيين والمماليك، ولكن في اختلاف. احنا قلنا في معركة مرج ضابق سنة 1516 بقيادة مين؟ المماليك بقيادة السلطان الغوري. السلطان مين؟ الغوري. الريدانية مختلفة. المماليك برضو، لكن السلطان تومان باي. تومان باي. يا رب تكون مركز معايا. يا رب تكون مركز معايا وبتكتب. عارف والله لو انت بتركز وبتكتب والله العظيم ان شاء الله تقفل المادة دي. بعد اذنك ركز معايا ورقة وقلم بس واكتب ورايا بالله عليك. بالله عليك ركز معايا. يبقى احنا قلنا مرج ضابق السلطان الغوري. ركز معايا. مرج ضابق السلطان الغوري. طب طمان باي في الريدانية. الريدانية طمان باي. الريدانية طمان باي. وفي المعركتين المماليك اتهزموا. في المعركتين المماليك اتهزموا. يعني في الريدانية هزيمة المماليك، نتائجها هزيمة المماليك وأصبحت مصر ولاية عثمانية. هزيمة المماليك وأصبحت مصر ولاية عثمانية بعد أن كانت دولة مستقلة. بعد أن كانت إيه؟ دولة مستقلة. طب مكانها فين يا مستر؟ في مصر. احنا قلنا مرج ضابق في الشام، الريدانية في مصر. مرج ضابق في الشام، الريدانية في مصر. مرج ضابق في الشام، الريدانية في مصر. يبقى تاني مرج ضابق في الشام، طب الريدانية في مصر. مرج ضابق في الشام، الريدانية في مصر. تحديدا عند صحراء العباسية. عند ايه؟ صحراء العباسية. بالله عليك ركز معايا. هشرح اللي انا قلته تاني. لأن الدولة العثمانية بما تفسر اتجاه السلطان سليم الأول ناحية مصر لأنها تمثل قلب العالم الإسلامي. طب هو أدرك إيه خطورة الدول الأوروبية؟ لو اتجه ناحية الغرب هيخش في صدام مع الدول الأوروبية، وإنها تتفوق عنه حضاريا ثقافيا عسكريا. طب معركة جلدران احنا قلنا بين مين ومين يا مستر؟ عثمانيين صفويين. طب دخول العثمانيين تبريز احنا قلنا ده معناه سقوط إيران. سقوط إيران وهزيمة الصفويين. طب الاستيلاء على الشام. حد فاكر اسم الإمارة اللي السلطان سليم الأول استولى عليها؟ إمارة ذي القادر المملوكية. إمارة ذي القادر المملوكية. أنا براجع تاني بسرعة عشان تركز معايا وتفهم أكتر. طب معركة مرج ضبك سنة كام؟ 1516. طب الريدانية 17. مرج ضبك 16، الريدانية 17. طب أطرافها. مرج ضابق عثمانيين بقيادة سليم الأول. طب المماليك بقيادة مين في المرج ضابق؟ السلطان الغوري. السلطان الغوري. طب الريدانية ركز بقى معايا. ريدانية عثمانيين سليم الأول برضو. سليم الأول
قصاد المماليك بقيادة تومان باي. طب نتائجها هنا وهنا. مرج ضابق هزمت المماليك وأصبحت الشام تحت الحكم العثماني. أصبحت إيه؟ الشام. بعد إذنك ركز معايا بالله عليك. مرج ضابق الشام. طب الريدانية مصر. يبقى في مرج ضابق أصبحت الشام تحت الحكم العثماني ومكانها الشام. طب نتائجها يا مستر بقى الريدانية هزيمة المماليك برضه. يعني الحاجة المشتركة بين دي ودي هزيمة المماليك. وأصبحت مصر ولاية عثمانية بعد أن كانت دولة مستقلة. تم مكانها في مصر تحديدا فين؟ عند صحراء العباسية. احنا دلوقتي يا شباب خلصنا الجزء التاني. بالله عليك تركز معايا. احنا دلوقتي نخش على فقرة الأسئلة. بالله عليك لا تركز معايا. أسئلة مهمة. بقول لك ما تفسر هزيمة المماليك أمام العثمانيين. بالله عليك بقى تركز معايا في السؤال ده وتكتب عليه مهم وتكتبه في الورقة اللي معاك أو في الكراسة اللي معاك. عم يجي يقول لك بما تفسر هزيمة المماليك أمام العثمانيين هتقول والله يا مستر عشان حاجتين. طب إيه هما؟ أول حاجة معايا بسبب النزاع بين حكام المماليك. مش احنا قلنا في بداية الحصة تدهورت دولة المماليك سياسيا بسبب نزاع حكام المماليك على الحكم. يبقى هنا عم يقول لك هزيمة دولة المماليك أمام العثمانيين أول حاجة تقولها له بسبب النزاع بين حكام المماليك أو الصراع بين حكام المماليك على حكم مصر. دي حاجة. الحاجة التانية بسبب استخدام الأسلحة التقليدية. استخدام إيه؟ الأسلحة التقليدية. طب إزاي يا مستر؟ مش فاهم بصراحة. وأنا لسه شرحت؟ أنا لسه ما شرحتش. الأسلحة التقليدية يعني إيه؟ بص. الأسلحة التقليدية يعني بيستخدم السيف، بيستخدم الرمح، بيستخدم الأسهم. دي الأسلحة التقليدية. ولكن الجيش العثماني كان جايب أسلحة حديثة زي المدافع، البنادق، المسدسات. فأنت عم تخش مواجهة بين واحد ماسك مسدس وواحد ماسك سهم بيضربك بيه، مين اللي هينتصر؟ بالعقل اللي ماسك مسدس. فكانوا المماليك كده، كانوا هما داخلين بأسهم ورماح ومعرفش سيوف، والمماليك داخلين بقى إيه؟ بمدافع ومسدسات وبنادق. فاحنا دلوقتي اول حاجه عندنا من سبب هزيمه المماليك امام العثمانيين قلنا سبب الصراع بين حكام المماليك على حكم مصر. طب تاني حاجه يا مستر استخدام الاسلحه التقليديه القديمه، ولكن العثمانيين يستخدمون الاسلحه الحديثه. طب السؤال التاني ما النتائج المترتبه على هزيمه المماليك؟ السؤال ده ركز معايا بما تفسر. لكن ده من نتائج. عم اقول لك ما النتائج المترتبه على هزيمه المماليك والله هتقول له 3 حاجات. تحولت مصر إلى ولاية عثمانية، وده اللي احنا قلناه في معركة ايه؟ الريدانية. ركز معايا. تحولت مصر إلى ولاية عثمانية. تاني حاجة سيطرة السلطان على الناحية الآسيوية والأفريقية. طب ازاي يا مستر بعد إذنك؟ هقول لك ازاي. احنا قلنا دلوقتي اول حاجه استولى عليها السلطان العثماني كانت الشام، والشام دي في الناحيه الاسيويه. دي بقى اول حاجه الناحيه الاسيويه. طب الناحيه الافريقيه اللي هي مصر. يبقى دلوقتي سيطرة السلطان العثماني على الناحيه الاسيويه والافريقيه. طب تالت حاجه معايا خلافه العالم الاسلامي للسلطان العثماني. طب من أنهي ناحية يا مستر؟ ركز معايا. من الناحية الدينية والناحية السياسية. من الناحية إيه؟ الدينية والسياسية. وأعلن السلطان العثماني نفسه الحامي الوحيد على الحرمين. أعلن السلطان العثماني إيه؟ نفسه الحامي الوحيد على الحرمين. دي باختصار فقرة الأسئلة. احنا دلوقتي خدنا 3 أسئلة من شوية في دولة المماليك، وسؤالين دلوقتي في الدولة العثمانية. فبعد إذن حضرتك ال5 أسئلة ده هم يكتبوا عندك في الكراسة واكتب عليهم مهمين جدا. الأسئلة دي مهمة جدا. بالله عليك تذاكر. احنا دلوقتي يا شباب خدنا الدولة العثمانية وخدنا الدولة المملوكية والدولة الصفوية. احنا الجزء بتاعنا الجديد مصر تحت الحكم العثماني. مصر تحت ايه؟ الحكم العثماني. أول حاجة عايزك تعرفها، حكمت الدولة العثمانية حوالي 4 قرون. 4 قرون.
القرن 100 عام يعني حوالي 400 سنة. 400 سنة كتير أوي يا مستر، 4 قرون 400 سنة. وكان حكما جامدا راقدا. حكما ايه؟ جامدا راقدا. طب ليه يا مستر؟ هقول لك ليه، بس اول حاجه ناخدها الحياه السياسيه. الحياه ايه؟ السياسيه. الحياه السياسيه تنقسم عندي ل4 حاجات: والي ديوان. والي ديوان بعد اذنك كده سمع معايا: والي ديوان، عاميه عثمانيه، اداره اقاليم. والي ديوان، عاميه عثمانيه، اداره اقاليم. طب الوالي يا مستر، بص الحاجات دي سهله جدا، عايزك تعرفها، الحاجات دي سهله جدا. الوالي نائب السلطان. الوالي نائب السلطان. طب مهمته ايه يا مستر من الاخر؟ جمع الضرايب ورساله للسلطان. يبقى الوالي مكان السلطان، نائب للسلطان، مهمته جمع الضرايب ورساله للسلطان العثماني. طب مده حكمه قد ايه يا مستر؟ طالما هو نائب السلطان يبقى ليه مده حكم من سنه ل3. من سنه ل3. من سنه ل3، بس كده مده حكمه قليل جدا يا مستر. معاك حق، وده يعمل مشكله للسلطان العثماني. تاني حاجه معانا الديوان. الديوان يتكون من كبار ضباط الحماية. كبار ضباط حماية، موظفين أعيان. كبار ضباط الحماية والموظفين والأعيان والعلماء. يبقى تاني يا مستر متكونين من إيه؟ كبار ضباط الحماية، موظفين أعيان علماء. كبار ضباط الحماية، موظفين علماء أعيان. تبقى احنا دلوقتي مهمتهم إيه؟ مراقبة الوالي. معلش يا مستر تاني، مهمتهم إيه؟ مراقبة الوالي؟ طب ازاي يا مستر؟ مع ان الوالي ده المفروض هو اللي يراقبهم. لا، السلطان العثماني ادى الحق للديوان اللي هو يراقب الوالي، وده كان من عوامل ضعف الدولة العثمانية. يبقى تاني، الوالي يا رجالة مهمته ايه؟ جمع الضرايب ورسالة للسلطان. طب مدة حكمه من سنة ل3 سنين. طب الديوان؟ الديوان كبار ضباط حامية، موظفين علماء أعيان. طب مهمتهم مراقبة الوالي. يبقى احنا دلوقتي هقول لكم على معلومة مهمة مش عندكم في الكتاب، وتركز معايا بالله عليك، بالله عليك لا تركز معايا. السلطان العثماني لما حط الوالي كان غرضه لنفسه، يعني ما كانش غرضه للشعب المصري. طب قول لي ازاي يا مستر؟ هو مش الوالي ياخد الضرايب واداها للسلطان العثماني؟ يعني دلوقتي السلطان العثماني بيستفاد من الوالي. يبقى الوالي كده مهمته كلها للسلطان، يعني مفيش اي حاجه للشعب المصري. طب الديوان؟ هو الديوان دلوقتي يعمل حاجه للشعب؟ لا طبعا، ده هم اصلا مهمتهم ان هم يراقبوا الوالي. دلوقتي الديوان مهمتهم ان هم يراقبوا الشعب؟ لا طبعا، ده هم مهمتهم ان هم يراقبوا الوالي العثماني. يراقبوا الوالي ليه؟ عشان كل اخر شهر مثلا او كل اخر عام يبعتوا تقارير للسلطان العثماني: والله الوالي بتاعك عمل كذا وكذا وكذا، من حقنا نشيله او من حقنا نسيبه للحكم. تالت حاجه معانا الحاميه العثمانيه. الايه؟ الحاميه العثمانيه. طب متكونه من ايه يا مستر؟ فرق عسكريه. الحاميه العثمانيه عباره زي الجيش، متكونه من فرق عسكريه مهمتها حفظ الامن والدفاع عن البلد. حفظ الامن والدفاع عن البلد. يبقى تاني، الوالي هو نائب السلطان، مهمته جمع الضرايب ورسالة للسلطان العثماني. يبقى ده الوالي. طب الديوان يا مستر؟ كبار موظفين أعيان علماء. كبار موظفين أعيان علماء، مهمتهم مراقبة الوالي. طب يا مستر بعد إذنك، الحماية العثمانية قلنا دي زي الجيش، فرق عسكرية مهمتها حفظ الأمن والدفاع عن البلد. طب مستر إدارة الأقاليم؟ إدارة الأقاليم دي بقى ركز معايا فيها بعد إذنك، بعد إذنك، عشان دي من أخطاء السلطان العثماني. في كارثة من أخطاء السلطان. ركز بعد اذنك معايا. اسندت للمماليك. اسندت لمين يا مستر؟ للمماليك. مش السلطان العثماني اول ما دخل هزم المماليك في معركتين، مرجى دبك والريدانيه؟ معاك حق. يبقى ازاي يدي اداره الاقاليم للمماليك؟ هقول لك ازاي. للتوازن بين الحاميه والوالي. للتوازن بين الحاميه والوالي. هقول لك على حاجه. السلطان العثماني ما كانش قصده الغرض ده. ما كان قصده ايه يا مستر؟ هقول لك كان قصده ايه. السلطان العثماني اول ما دخل مصر ما كانش يعرف ازاي يتعامل مع الشعب المصري، ما كانش يعرف انطباعهم، ولكن المماليك كانوا يعرفوا انطباعهم. فاسند اداره الاقاليم للمماليك. ليه؟ عشان يعرفوا يتعاملوا مع الشعب المصري. لو قامت مثلا ثوره هم اللي يعرفوا يقمدوها، لو قامت مثلا خناقه هم اللي يعرفوا يحلوها. فبعد اذنك ركز معايا. يبقى انتوا فهمتوا ليه السلطان العثماني اسند اداره الاقاليم للمماليك؟ لو ما فهمتش هقول لك تاني، لان المماليك هم اللي عارفين طبع الشعب المصري. المماليك عارفين طبع الشعب المصري، بالبلدي كده المماليك عارفين طبع الشعب المصري. تمام؟ فاحنا دلوقتي خدنا 4 حاجات: والي، ديوان، حمايه عثمانيه، اداره الاقاليم، وعرفنا كل واحده. يبقى احنا دلوقتي يا شباب قلنا حاجه مهمه. احنا قلنا من اخطاء السلطان العثماني اللي هو اسند اداره الاقاليم للمماليك، صح؟ صح يا مستر. طب ليه؟
هقول لك ليه دلوقتي. الملك دلوقتي عندهم طموح اللي هم ايه، يرجعوا تاني حكم مصر. فقام واحد اسمه علي بيك الكبير. اسمه ايه؟ علي بيك الكبير. علي بيك الكبير، بعد اذنك ركز معايا اللي قالك لا تركز، الجزء ده مهم جدا. علي بيك الكبير. طب سنة كام يا مستر؟ 1768. 1768 علي بيك الكبير اعلن نفسه حاكما على مصر. عامل ايه؟ اعلن نفسه حاكما على مصر. طب ازاي يا مستر؟ راح زعل على الخليفه الولي العثماني، طرده، قال له ارجع للسلطان بعد اذنك وانا ابقى والي على مصر. يسكت على كده؟ لا طبعا. اول حاجه عملها تحالف مع الشيخ زاهر العمر. تحالف مع مين؟ مع الشيخ زاهر القمر، حاكم جنوب الشام. حاكم جنوب الشام. يبقى اول حاجه عملها تحالف مع الشيخ زاهر العمر، حاكم جنوب الشام. يبقى اول حاجه عملها بعد اذنك ركز معايا، تحالف مع الشيخ زاهر العمر، حاكم مين؟ جنوب الشام. طب تاني حاجه عملها معايا، اخضع الحجاز لنفوذه. اخضع الحجاز لنفوذه. اه. طب ازاي يا مستر بعد اذنك؟ انا اسف من الجزء ده، اقول لك ازاي. مش احنا قلنا من شويه ان السلطان العثماني استولى على الجزء الافريقي والجزء الاسيوي، صح؟ افتكرها اما قلنا استولى على الشام، ده جزء اسيوي، والجزء الافريقي اللي مستولى على مصر. وفي الاخر خالص لما هزم المماليك اعلن نفسه الحامل الوحيد على الحرمين. معنى كده ان علي بيك الكبير حامي الوحيد على الحرمين زي السلطان العثماني. خد بالك، ركز في الجمله دي عشان نحتاجها في الدروس اللي جايه قدام. ركز في الجمله دي عشان نحتاجها في الدروس اللي جايه قدام. يبقى اول واحد اعلن نفسه حامي على الحرمين السلطان العثماني. تاني واحد اهو علي بيك الكبير. تاني واحد مين؟ علي بيك الكبير. تالت حاجه عملها واخر حاجه عملها، ارسل نائبه محمد بيك ابو الدهب. نائبه مين؟ محمد بيك ابو الدهب. وقلت لك من شويه ركز في الاسماء. محمد بيك ابو الدهب لغزو الشام. هيغزو ايه؟ الشام. وبالفعل دخل دمشق. دخل دمشق. ولكنه عمل حاجة بقى أنا عايزكم تعرفوها وتركزوا فيها كويس جدا. إيه هي يا مستر؟ انحاز للسلطان العثماني. انحاز لمين؟ للسلطان العثماني. طب إزاي؟ مش محمد أبو الدهب ده نائب علي بيك الكبير؟ ولكنه انحاز للسلطان العثماني. معنى كده اللي هو خان علي بيك الكبير، يعني هو كده خانه. هيقول لك سؤال، بما تفسر فشل حركة علي بيك الكبير؟ هتقول له بسبب خيانة محمد بيك أبو الدهب لعلي بيك الكبير. بسبب خيانة محمد بيك أبو الدهب لعلي بيك الكبير وانحيازه للسلطان العثماني. وانحيازه لمين؟ للسلطان العثماني. يبقى تاني بعد إذنك، حركة علي بيك الكبير سهلة جدا وعايزك تحفظها ورايا. احنا دلوقتي قلنا أعلن علي بيك الكبير نفسه حكما على مصر سنة كام؟ 1768. 1768 عمل ثلاث حاجات: تحالف مع الشيخ زاهر العمر حاكم جنوب الشام. تحالف مع الشيخ زاهر العمر حاكم جنوب الشام. أخضع الحجاز لنفوذه، أصبح الحامي الوحيد على الحرمين. أرسل محمد أبو الدهب لغزو الشام ودخل الشام، دخل دمشق، ولكنه انحاز للسلطان العثماني وخان علي بيك الكبير. انحاز للسلطان العثماني ضد علي بيك الكبير. وده كان أحد أسباب فشل حركة علي بيك الكبير. كان أحد أسباب إيه؟ فشل حركة علي بيك الكبير. بعد إذنك ركز معايا، إحنا كده خلصنا حركة علي بيك الكبير. هنخش على فقرة الأسئلة المهمة. بيقول لك حمل الحكم العثماني عوامل ضعفه. حمل الحكم العثماني عوامل ضعفه. هتقول له اجابتين. ايه هما يا مصر؟ اول حاجه بسبب قصر مده حكم الوالي. يعني دلوقتي مده حكم الوالي قصيره، مش هيلحق يعمل اي حاجه للشعب، هو كل همه انه يجمع الضرايب ورساله للسلطان العثماني. تاني حاجه زياده سلطه الحاميه والديوان على سلطه الوالي. زياده سلطه مين؟ الحاميه والديوان على سلطه الوالي. يعني انت متخيل ان الحاميه العثمانيه والديوان يبقى فوق سلطه الوالي، من حقهم ان هم يزولوا الوالي. فده كان احد اسباب ضعف الدولة العثمانية. يبقى تاني، حمل الحكم العثماني عامل ضعفه. هتقول له بسبب حاجتين. هتقول له بسبب ايه؟ حاجتين. أول حاجة بسبب قصر مدة حكم الوالي، ده أول حاجة. ده تاني حاجة معانا يا مستر بسبب زيادة سلطة الديوان والحامية عن سلطة الوالي. طب السؤال التاني معانا، بما تفسر فشل حركة علي بيك الكبير. فشل حركة علي بيك الكبير، أنا لسه شرحها في حركة علي بيك الكبير. هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ بسبب انحياز محمد بيك أبو الدهب إلى السلطان العثماني. بسبب ايه؟ انحياز محمد بيك أبو الدهب إلى السلطان العثماني. لما النتائج المترتبة على فشل حركة علي بيك الكبير، ركز بقى في الحتة دي كويس، ركز في الحتة دي كويس جدا. قلت لك بما تفسر يعني عايز سبب. ايه هو سبب فشل حركة علي بيك الكبير؟ انحياز محمد أبو الدهب لمين؟ للسلطان العثماني. طب ايه اللي ترتب على كده؟ النتيجة اللي ترتبت على كده بقى، ركز معايا.
أصبحت مصر ولاية عثمانية، مصر رجعت تاني ولاية عثمانية أهو، ركز معايا في السؤال ده. أصبحت مصر ولاية عثمانية مرة أخرى، مرة أخرى. وأصبح محمد بك أبو الدهب شيخ البلد، أصبح محمد بك أبو الدهب شيخ البلد، أصبح أبو الدهب شيخ البلد. كده أنا خلصت حركة علي بك الكبير والحياة السياسية الدولة العثمانية. احنا نخش بقى على الجزء الأخير في الدرس، بعد إذنك ركز معايا، والله عليك ما تخشش الجزء الأخير في الدرس إلا لما تكون خلصت الجزء الأولاني. بالله عليك أنا بقولها لك مرة كمان أهو، ما تخشش على الجزء الأخير إلا لما تخلص الجزء الأولاني، أنت وضميرك بقى، وتذاكر معايا بالله عليك. احنا دلوقتي يا شباب وصلنا لآخر جزء في الحصة، آخر جزء في الدولة العثمانية. احنا من شوية يا شباب خدنا الحياة السياسية وحركة علي بيك الكبير، تمام؟ احنا دلوقتي بقى هناخد الحياة الاقتصادية. الحياة ايه؟ الاقتصادية، يعني هناخد زراعة صناعة تجارة. طالما اقتصاد يبقى زراعة صناعة تجارة، زراعة صناعة تجارة. أول حاجة ناخدها معانا الزراعة. تدهورت الزراعة بسبب، هيجيلك سؤال بما تفسر تدهورت الزراعة في عهد الدولة العثمانية أو ظل نظام الحكم العثماني. أول حاجة بسبب تطبيق حق الانتفاع. سبب يا مستر تطبيق حق الانتفاع. طب اشرح لي يعني ايه مستر حق انتفاع؟ ركز معايا. حق الانتفاع، حق الانتفاع يعني ايه يا مستر؟ انا دلوقتي كفلاح ليا الحق ان انا ازرع الارض، تمام؟ المفروض انا فلاح ازرع الارض واخد اجرتها؟ لا، انت هتزرع الارض من غير ما تاخد ولا جنيه. لا يا مستر، يعني ازرع الارض واتعب وما اخدش جنيه؟ اه، طب الارض دي بتاعتي بقى؟ لا، الارض دي ملك للدوله العثمانيه. ارض ملك للدوله العثمانيه، يعني انا شغال عندهم مش هاخد فلوس؟ اه، ده بالعكس، انت كمان هتدفع ضرايب. نعم، يعني انا كفلاح هزرع وهشقى في الارض، وفي الاخر مش هيبقى لحق ان انا ابيعها وادفع كمان عليها ضرايب وما اخدش فلوس؟ اه. يبقى دلوقتي حق الانتفاع هو ان الفلاح ياخد الارض الزراعيه يزرعها وليس لها حق التصرف فيها، ويجب دفع الضرائب اللي عليها. يعني هو يدفع ضرائب السلطان العثماني، مش هياخد فلوس على الزرع، يعني هو هيشتغل ومش هياخد فلوس، بالعكس هو اللي هيدفع فلوس. ده باختصار حق الانتفاع. يبقى تاني حق الانتفاع ايه؟ الفلاح يزرع الارض الزراعيه لكن ليس له حق التصرف فيها، ولكن ليس له حق التصرف فيها ويدفع عليها الضرائب. ده اول حاجه. يبقى اول حاجه بسبب ضعف الزراعه حق الانتفاع. طب تاني حاجه معايا يا مستر نظام الالتزام. نظام الالتزام، اه. طب يعني ايه يا مستر نظام الالتزام؟ بعد اذنك هقول لك. انا دلوقتي راجل ملتزم. راجل ايه؟ ملتزم. ركز في اللفظ، ملتزم. ملتزم. نظام الالتزام يجي منها الملتزم، الملتزمين. طب يعني ايه ملتزم بقى يا مستر؟ هقول. الدولة العثمانية مثلا مطلعة 100 فدان، مطلعة 100 فدان للفلاحين ان هم يزرعوها ويدفعوا عنها الضرايب. الملتزم يقول لك انا هكبر دماغي، انا كده كامل اعيان. هو كده كامل اعيان، صح؟ هيكبر دماغه، بدل ما يزرع الارض الزراعيه بالعكس ياخد الفلوس اللي معاه ويدفعها للسلطان العثماني. هيدفع مثلا للسلطان العثماني 10000 جنيه. 10000 هياخدهم من الفلاح 20000. يعني الملتزم يدفع للسلطان 10000 ياخدهم من الفلاح 20000، اه. يعني هياخد الضعف. يعني دلوقتي في ظلم، في ظلم ملتزمين. ده غير طبعا حق الانتفاع اللي احنا قلنا عليه من شويه. يعني الفلاح دلوقتي مضطر يدفع ضريبه الضعف، بدل ما كان يدفع 100 جنيه هيدفع 200 جنيه للملتزم. طب دي الحاجه اللي احنا قلناها من شويه، طبعا في تطبيق حق انتفاع هيبقى في كسر الضرائب. هيبقى فيها يا مستر كسر الضرائب. يعني الفلاح يا عيني هيفضل يزرع ويشقى طول السنه في الارض، في الاخر يدفع عليها ضرائب وما ياخدش فلوس، اه. طب رابع حاجه معانا والاخيره، اهمال الري وحفر الترعه. اهمال الري وحفر الترعه، اه. يعني الفلاح دلوقتي يعمل ايه؟ يزرع الارض وليس له حق التصرف فيها ويدفع عليها الضريبه بتاعته كمان، ومفيش كمان ايه؟ ري ولا ترعه. مفيش ري ولا ترعه. يعني دلوقتي مش هيحفروا بقى قنوات ولا هيحفروا ترعه. يعني كده كده الزراعه اتدمرت وتدهورت. طب نخش على تاني حاجه، الصناعه ممكن يكون فيها فايده. الصناعه برضه تدهورت. تدهورت برضه. طب ازاي يا مستر؟ مش احنا قلنا ما عندناش زراعه؟ اه، يبقى كده كده الصناعه بايظه. طب ازاي؟ مش فاهم. طول ما فيش زراعه مفيش زراعه، ازاي ان الصناعه تشتغل؟ يبقى مفيش صناعه. يبقى اول حاجه تدهور الصناعه، تدهور الزراعة. بما تفسر تدهورات الصناعة هتقول لي حاجة بسبب تدهور الزراعة. بما تفسر تدهورات الصناعة بسبب تدهور الزراعة. وتاني حاجة إرسال أمهر الحرفيين إلى الأستانة. رسالة يا مصر أمهر الحرفيين إلى الأستانة. السلطان العثماني ما كفوش اللي هو دمر الزراعة، قال لك لا،
هناخد افضل العمال وارسلهم عندي الاستانه يشتغلوا هناك ينفعوا لي بلدي. طب مصر اللي ما فيهاش عماله دلوقتي، لا، هيستخدموا بقى الايدي العامله في المنازل. ازاي يا مستر؟ يعني صناعه منزليه رديئه. صناعه ايه؟ منزليه رديئه. يستخدموا الايدي العامله في المنازل. يعني دلوقتي الستات هتقعد تعمل بقى غزل النسيج وما اعرفش تقعد تعمل ايه، ودي الصناعه. يقعدوا بقى يعملوا فخار والصناعه تفضل ماشيه على كده. يبقى انت تفتكر ما يكونش في زراعه ولسان امر الحرفين للاستانه هيكون في تقدم؟ لا طبعا، كده هتتدمر وتدهور الصناعه. يبقى احنا دلوقتي اخدنا الزراعه، وهنا الزراعه دي اللي تدهورت بسبب تطبيق حق الانتفاع. ده اول حاجه. تاني حاجه بسبب نظام الالتزام. تالت حاجه كثره الضرايب. طب رابع حاجه معايا يا مستر؟ اهمال طرق الري وحفر الترع. اهمال للري وحفر الترع. طب الصناعه بما تفسر تدهورات الصناعه بسبب تدهور الزراعه. دي اول واحده. وتاني حاجه بسبب ارسال امر الحرفيين الى ايه؟ الى الاستانه. ارسال امر الحرفيين الى الاستانه. التجاره معايا في تجاره خارجيه، ده اول نوع، وتجاره داخليه. تجاره خارجيه، تجاره داخليه. هقول لك بقى تفسر تدهورت التجاره. يعني برضه مصر التجاره تدهورت. اول حاجه بما تفسر تدهورت التجاره الخارجيه. الايه؟ الخارجيه، خارج البلد. هقول لك ليه. بسبب اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح. ايمن مليك، فاكر؟ ايمن مليك مش اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح؟ ده كان سبب في ضعف التجاره الخارجيه. اول سبب. تاني سبب الامتيازات الاجنبيه. مستار انا مش فاهم. انا لسه ما شرحتش. انا لسه ما قلتش يعني ايه امتيازات اجنبيه عشان تقول لي انا مش فاهم. ركز معايا. الامتيازات الاجنبيه ان السلطان العثماني بيدي التجار الاجانب حق ان هم يبيعوا في الاسواق المصريه. ازاي يا مستر؟ مش في تجار مصريين؟ هقول لك في تجار مصريين تمام، ولكن السلطان العثماني يجيب التاجر الاجنبي يقول له اتفضل انت لك حق اهو اللي انت تبيع عن التاجر المصري. يعني المصري راح يشتري من الاجنبي ويسيب ايه؟ المصري. طب ازاي يا مستر؟ مش فاهم. انا دخت منك. هقول لك ازاي. انت دلوقتي كطالب اما تروح تشتري براند مثلا، بتقول لك انا راح اشتري براند مصري؟ لا طبعا، انا راح اشتري براند اجنبي. حتى لو الاجنبي ده اغلى من المصري الضعفين. هتقول له والله يا مستر الغالي ثمنه فيه، وده سويسري ولا امريكي ولا حتى انجليزي، روح المنتج الاجنبي انضف. صح ولا لا؟ يبقى دي الامتيازات الاجنبيه بمعنى صح، ان التاجر الاجنبي له حق الامتيازات عن التاجر المصري اللي هو يبيع عنه. تمام. يبقى احنا قلنا اول حاجه التجاره الخارجيه تدهورت ليه؟ عشان في طريق راس الرجاء الصالح. وامتيازات الاجنبيه. طب التجاره الداخليه يا مستر؟ والله تقول له عشان ثلاث حاجات. مش احنا قلنا في الاول تدهورت الزراعه؟ طب في الصناعه لما جينا نقولها بما تفسر تدهورت الصناعه تقول لي بسبب تدهور الزراعه. اما تقول لي التجاره الداخليه بما تفسر تدهورت هتقول لي بسبب تدهور الزراعه والصناعه. بسبب تدهور ايه؟ الزراعه والصناعه. طب احنا دلوقتي عندنا تدهور زراعه وصناعه بس؟ لا، ما كانش عندنا امن. ما كانش فيه ايه؟ افتقاد الامن. يبقى احنا عندنا اول حاجه في بما تفسر ضعف او تدهور التجاره الداخليه. اول حاجه تدهور الزراعة، تدهور الصناعة، تدهور الزراعة، تدهور الصناعة. طب تاني حاجة افتقاد الأمن. افتقاد الأمن. طب تالت حاجة يا مستر معايا إهمال الطرق وغارات البدو. غارات مين يا مستر؟ البدو. بدو. طب يا مستر ايه اللي جاب البدو للتجارة الداخلية؟ يعني مش أنا ما عنديش فاهم. أقول لك إزاي بقى. البدو ما كانش فيه زراعة، ما كانش فيه صناعة، فكانت كل حرفتهم ماشية على الري. يبقى احنا دلوقتي ما فيش مية، ما فيش أكل، ما فيش زراعة، ما فيش صناعة. يعملوا ايه؟ يطلعوا على القوافل مثلا اللي طالعه مثلا ايه من مصر راح اسكندريه، او من اسكندريه راح سينا، او من سينا راح مثلا بورسعيد. يطلعوا عليها ويسرقوها. يعملوا ايه؟ يطلعوا عليها ويسرقوها. يسرقوا القوافل. يبقى تاني بما تفسر تدهورت التجاره الداخليه. هتقول لي ليه؟ بسبب تدهور الزراعه وتدهور الصناعه وافتقاد الامن بسبب اهمال الطرق وغارات البدو. اهمال الطرق وغارات البدو. احنا دلوقتي خلصنا الحياة الاقتصادية. هنخش على تاني حاجة معانا وهي الحياة الاجتماعية. الحياة يا مستر الاجتماعية. الحياة الاجتماعية هما كلمتين وهنخلصها. عندي طبقتين اسمها طبقة حكام وطبقة محكومين. طبقة يا مستر حكام محكومين. حكام ومحكومين. طب طبقة الحكام يا مستر عبارة عن مين؟ أتراك مماليك. أتراك ومماليك. اللي بيحكموا البلد مين اللي بيحكموا البلد؟ أتراك والمماليك. مين اللي بيحكموا البلد يا مستر؟ الأتراك والمماليك. طب طبقة المحكومين هتتقسم لنوعين.
الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا. الطبقة الوسطى، الطبقة الدنيا اهي، خلي ركز معايا. طبقة وسطى. طب الطبقة الوسطى عبارة عن مين يا مستر؟ بسم الله. كبار التجار والعلماء والمشايخ والأعيان. تجار، مشايخ، علماء، أعيان. كبار تجار، مشايخ، علماء، أعيان. يبقى الطبقة الوسطى عبارة عن مين؟ كبار التجار والعلماء والمشايخ والأعيان. طب الطبقة الدنيا دي، الطبقة الدنيا عبارة عن الفلاحين وعامة الناس. فلاحين، صغار حرفيين، عامة الناس. فلاحين، صغار حرفيين، عامة الناس. فلاحين، صغار حرفيين، عامة الناس. يبقى الحالة الاجتماعية ببساطة تاني متكونة من كام طبقة؟ والانت حكام محكومين. حكام ومحكومين. تبقى عندي الحكام مين؟ أتراك، مماليك. مين اللي بيحكمون البلد؟ الأتراك والمماليك. طب انا دلوقتي عندي الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى عبارة عن مين؟ كبار تجار، ركز معايا، كبار تجار والعلماء والمشايخ والأعيان. طب الطبقة الدنيا يا مستر؟ فلاحين، صغار حرفيين. فلاحين، صغار حرفيين، عامة الناس. فلاحين، صغار حرفيين، عامة الناس. ده باختصار الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية. يبقى هنخش على تالت حاجة معانا، وهي الحياة الثقافية. هي سؤال واحد في الحياة الثقافية. أقول لك بقى أن تفسر تدهورت الحياة الثقافية. هتقول له بسبب حاجة، العزلة التي فرضها العثمانيين على مصر. هيقول لك بقى أن تفسر تدهورت الحياة الثقافية أثناء الحكم العثماني أو في ظل الحكم العثماني بسبب العزلة. احنا قلنا في أول الدرس كان الحكم العثماني في مصر حكما جامدا راكدا. طب بسبب ايه؟ بسبب العزلة التي فرضها العثمانيين على مصر. يبقى تاني متفسر تدهورت الحياة الثقافية أثناء الحكم العثماني بسبب العزلة التي فرضها العثمانيين على مصر. بسبب العزلة التي فرضها العثمانيين على مصر. طب أدى ذلك إلى إيه؟ والله يا مستر لما يكون في عزلة، إيه اللي هيحصل؟ معناش هنتعلم، معناش هنستفيد من الدول اللي بره. ما احنا خد بالك، عايز اقول لك على حاجه مهمه، اللي احنا كنا بنستفاد من الدول اللي بره. طب ازاي يا مستر؟ ما كانش في بعثات؟ مش المفروض كان في بعثات؟ اما محمد علي هيجي يرسل بعثات لبره زي انجلترا وفرنسا. فاحنا دلوقتي هقول لك ما النتائج المترتبه على تدهور الحياه الثقافيه او العزله التي فرضها العثمانيين على مصر. هتقول له ادى ذلك الى، هتقول له ايه؟ ادى ذلك الى تدهور مكانه الازهر العلميه. تدهورت مكانه الازهر العلميه ولا؟ ازاي يا مستر؟ مش من الازهر دلوقتي كان بيخرج علماء في جميع المجالات، سواء مجالات علميه او مجالات دينيه. مجالات علميه زي إيه؟ زي الرياضه، الفلك، الطب. لا، هو دلوقتي في عزله العثمانيين فرضوها على مصر. الازهر ما عادش فيه علوم، تدهورت الحياه الادبيه. تدهورت الحياه الادبيه والعلميه. كان الازهر مهتم بالعلوم الدينيه وقتها. من النتائج المترتبه على تدهور مكانه الازهر العلميه، أدى ذلك إلى انتشار الجهل والأمراض. أدى ذلك إلى انتشار الجهل والشعوذة والأمراض. تمام؟ أدى ذلك إلى انتشار الجهل والأمراض. أما أقول لك ما النتائج مترتبة على تدهور مكانة الأزهر العلمية والأدبية، هتقول له أدى ذلك إلى انتشار الجهل والأمراض. انتشار إيه؟ الجهل والأمراض. بما تفسر تدهورت مكانة الأزهر العلمية، أو بما تفسر تدهورت الحياة الثقافية أثناء الحكم العثماني في مصر بسبب العزلة التي فرضها العثمانيين على مصر. إحنا كده يا شباب وصلنا نهاية الحصة بتاعتي. عايز أقول لك كلمتين مهمين كده قبل ما أقفل الحصة. بالله عليك لا تذاكر. بالله عليك لا تذاكر وتذاكري. بالله عليك كده افتح الكتاب وذاكري، او افتح المذكره وذاكري بالله عليك. انت طالب شهاده اعداديه ان شاء الله كده عشان تفرح بابوك ومامتك في اخر السنه وتخش ثانويه عامه، او حتى انت مش عايز تخش ثانويه عامه، اهم حاجه تفرح بابوك ومامتك بالنتيجه. فبالله عليك تذاكر كده وتجتهد، وان شاء الله ربنا معاك. احنا هنا وصلنا لنهايه حلقتنا. رب يكون الفيديو عجبكم. تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. سلام.